بصوا يا اولاد، انا هتكلم في topic very important، ومن فضلكم مش عايزه اي ضحك خالص في التوبيك ده. ينفع البويز يعملوا تويلت وهم واقفين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش ابدا انه الرجاله او الاولاد انهم يعملوا بيبي وهم واقفين. ليه؟ Number one, when you are standing, what will you do؟ هتعمل ايه؟ اول حاجه لما هتبقى واقف وانت بتعمل بيبي هتضطر تبقى ماسك بايديك، صح؟ طيب لما هبقى ماسك بايديا، مش ايديا دي كلها هتبقى مليانه بيبي؟ طيب نمبر 2، مش وانا بعمل بيبي وانا واقف السيت كله هيبقى مليان نقط بيبي؟ ولا هيبقى السيت نضيف ومفيش مشكله، ولو اي حد دخل بعديا التويلت ينفع يقعد بعديا؟ لا، السيت بيبقى ايه؟ مليان بيبي. طيب نمبر 3، انت دلوقتي خلصت التويلت بتاعك وانت واقف، بتغسل your private area بالميه كويس، ولا بخلص وروح لابس البوكسر وواخد بعضي وطالع على طول؟ ها؟ مأساة. ما ينفعش خالص ان احنا نكون بنعمل تويلت واحنا واقفين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة معدي من جنب قبر، اللي هو الناس اللي ميتين في القبر خلاص، فسمع واحد قاعد وبيصوت وبيعيط، فالرسول قال لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون. فالصحابه قالوا له في ايه يا رسول الله؟ في ايه؟ فقالوا له في واحد بيتعذب جامد قوي في القبر، في واحد بيتعذب جوه وصوته عالي جدا. ليه يا رسول الله بيتعذب؟ ليه؟ هو سرق؟ لا. طب هو قتل؟ لا. امال هو عمل ايه يا رسول الله؟ قال لهم لما كان بيعمل تويلت كان بيخلي الملابس بتاعته كلها بتبقى مليانة بيبي، فكان بعد كده بيروح يتوضى ويصلي. وطبعا صلاته دي كلها ينفع ان انا اصلي ولبسي كله مليان بيبي؟ ايوه، ما هو البيبي هيجي منين يا حبيبي؟ البيبي لما انت دلوقتي you did not wash your private area، ففي نقط بيبي بتنزل جوه البوكسر بتاعك، فبقى لبسك كله مليان بيبي. طيب عايزه اقول لكم على حاجه كمان. سبحان الله، scientists discovered انه الناس اللي بتقف وهي بتعمل بيبي كمان بيجي لهم، يعني ربنا يحفظكم يا رب ويبعد عنكم اي مرض وبعد الشر عليكم يا رب جميعا، بيجي لهم حاجه وحشه قوي قوي في البروستاتا. البروستاتا اللي هو يعني مش انت عندك your penis في التو eggs، هو بيبقى جاي in your testis يعني خلاص. ده it's very dangerous، ده بيجيب لنا مرض وده مش حاجة كويسة خالص. طيب احنا البنات لما بنيجي نعمل تويلت بنقعد على الحمام وبنتشطف، بنفتح الشطاف فالبرايفت اريا بتاعتنا كلها بتنضف. ومع ذلك عشان برضو لو حد عنده اخت بنت يبقى ينبهها، ما ينفعش حتى اختك ولا اي حد من الستات او البنات تقوم وتلبس على طول البانتي بتاعها. ليه؟ لازم تمسح بالتيشو وراها. عشان عارفين هقولها لكم عاملين ازاي. الحنفيه لما بنيجي نفتحها وتيجي تقفلها بتاعت الميه، بتقفل على طول ولا بتفضل تنقط؟ صح؟ بالظبط كده. فهو ده برضو سبحان الله اللي بيحصل معانا. girls or boys the same thing happen.
فما ينفعش ابدا ابدا انه انا ابقى عارف ان انا كمسلم ونظافه وكل حاجه ان انا اخش واعمل بيبي وانا واقف ابقى ماسك بايديا واخلي الدنيا كلها ديرتي، واحنا كمان ما بننضفش ورانا. حد بعد ما بيعمل بيبي بيقعد يغسل وراه وينظف وراه السيت؟ لا. طب البني ادم اللي هيخش وراك التويلت ده، بابا، ماما، اختك، حد في المدرسه، في بابليك تويلت، ذنبه انه يقعد على البيبي بتاعك؟ ينفع؟ لا. زائد انه سبحان الله هو ربنا خلقنا ان احنا لما نعوز ان احنا نعمل تويلت نكون قاعدين، فساعتها لما تفتح الشطاف وتتشطف وتغسل يور برايفت اريا نشف ونلبس البوكسر ونطلع نغسل ايدينا. عشان في ناس كمان للاسف بعد كل ده تطلع وتروح وهاي ويسلموا على الناس وايديهم كلها ايه؟ بيبي. ايديها كلها ايه؟ بيبي. ايو، ايه القرف ده؟ في ناس بتعمل كده؟ ازاي؟ فبليز يا ولاد الامر ده خطير، عشان احنا عايزين يبقى نمبر 1 هايجين وايز نكون نضاف، ونمبر 2 ان احنا ما يجيلناش اي مرض او اي حاجه، ولا ان احنا ايدينا تبقى فيها بيبي او اي حاجه، وصلاتنا تبقى كمان كامله، ولا يبقى وضوءنا مش كامل او صلاتنا ما تبقاش كامله. بليز